السلام عليكم، حياكم الله. علقنا هذه اللوحة في مكان عام ومزدحم في جدة. في البداية ما حد قرب من اللوحة، الناس كانت حذرة. شوية شوية بدأت الناس تتقبلها. طيب هذا أول زبون، والشيء الحلو إنه أعطى الفلوس للولد المحتاج اللي معاه. 10 ريال راحت. بعدين جاء واحد ثاني أخذ كمان 10، بس كان منحرج شوية وشعر إنه لازم يبرر نفسه. وواحد من هذول الشباب كان نفسه فيها واصحابه بيشجعوه. لما اخيرا قرر انه ياخذ الفلوس، صاحبنا الزبون الاول صيح فيه وقال له يرجعها عشان ياخذها لنفسه. رجعها. طيب باقي 5 وريالات. مر وقت قليل ورجع نفس الولد واخذ 5. اخذ لفة وبعدين رجع كمان واخذ 5 ثانية. ما شفنا الولد بعد كذا. وجاء هذا الاخ اخذ 5 بالخير والبركة. ومر الوقت حتى جات هذه الحرمة وقفت قدام اللوحة كأن اللوحة ما هي موجودة. بس بعدين جات مفاجأة جميلة. جاء شخص مجهول وتبرع بفلوس وحطها على اللوحة. بعد فترة اندهشنا بعد ما جات فتاة وحطت كمان فلوس على اللوحة. والمفاجآت تستمر بظهور شخص ثالث ليتبرع بفلوس على اللوحة. بعدين يجي شخص رابع وكمان يحط فلوس. وكده وقفنا التجربة وفاقت توقعاتنا. الدنيا لسه فيها خير. إذا عجبكم هذه التجربة لا تنسوا تعطونا لايك وسبسكرايب وتنشروا المقطع حتى نسوي المزيد إن شاء الله. يلا مع السلامة.